الفيديو ده مهم جدا 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 للناس اللي هتقدم على شرطة وحربية ومحتاجة تعرف ايه الأوراق المطلوبة كلها. تمام. سواء حربية أو شرطة. تمام. الأوراق دي مهمة خالص، لازم توفرها في الفترة دي. الأوراق دي بتاخد وقت طويل عبال ما تجمعها، وفي ناس أحيانا بيبقى معاها مشاكل. في مشاكل ما بين الجرايب وكده، أو في مثلا أنت مش عايز تعرف حد إنك أنت مقدم شرطة أو حربية، أعمل إيه؟ طب لو معايا عم مسافر، أو لو معايا مثلا حد متوفي، انا اعمل ايه؟ اجيب الاوراق بتاعته ازاي؟ تمام. الفيديو بتاع النهارده فعلا مهم لناس كتير، تمام، للناس اللي هتقدم على شرطه وحربيه. بس قبل ما نتكلم عن الفيديو بتاع النهارده، اشترك في القناه وفعل زر الجرس واعمل لايك للفيديو عشان يوصل لناس كتير. واهم شيء الفيديو ده عايزين نوصله لاقل شيء 1000 لايك باذن الله يا رجاله. تمام، عشان الفيديو يوصل لناس كتير. بص يا حبيب اخوك، طبعا انا اتكلمت قبل كده عن القيد العائلي، وقلت لك القيد العائليه هتحتاجها في شرطه وهتحتاجها في حربيه، واتكلمت عن مشاكل القطع العائلي وكيفية استخراج القطع العائلي بصورة مبسطة. تمام. والفيديو ده مهم جدا جدا للناس اللي لسه ما اتفرجتش عليه، تتفرج عليه عشان طبعا ايه؟ تستخرج القطع العائلي. تمام. وطبعا قلت لكم الاوراق المطلوبة للقطع العائلي، ده كل شيء خلصت من الموضوع ده. يبقى احنا اول حاجة لازم نجهزها لتقديم شرطة او حربية. تمام. القيد العائلي. تمام. ان شاء الله الفيديو اللي جاي هتكلم عن شرطة وحربية برضو. استخراج القطع العائلية. تمام. هل الشرطة بتقبل التعذر ولا مش بتقبل التعذر؟ طيب حربية هتقبل التعذر ولا مش هتقبل التعذر؟ طيب لو الشرطة مش هتقبل التعذر هنعمل ايه؟ ولو حربية مش هتقبل التعذر هنعمل ايه؟ ان شاء الله ده الفيديو اللي جاي بإذن الله. طيب، يبقى احنا اتكلمنا وقلنا اهم شيء بنجهزه الفترة دي اللي هو ايه؟ القيد العائلي. خلاص يا رجالة، اتفقنا على كده، القيد العائلي. طيب، مبدئيا كده، او تاني حاجة مهمة. تمام. المشكلة المهمة دي اللي بتواجه ناس كتير. طيب انا دلوقتي محتاج استخرج حاجة لعمي مثلا. عمي دلوقتي انا مسافر، انا هجيب له ازاي؟ انا هجاوبك على السؤال ده دلوقتي. تمام. بس انت هتحتاج ايه من عمك؟ تمام. وهتحتاج ايه من ابنه؟ خليك عارف، او خليك عارف ان الوثيقه بتاعه الملف اسمها وثيقه التعارف. دي بيانات لغايه الدرجه الرابعه. حلو، بيانات لغايه الدرجه الرابعه. يعني اول شيء بياناتك انت، ابوك وامك واخواتك. حلو، دي اول درجه. الدرجه الثانيه عمامك وعماتك. الدرجه الثالثه خوالك خالاتك. الدرجة الرابعة ولاد العم ولاد العمة، ولاد الخال ولاد الخالة. تمام. والجدين، أهم شيء الجدين، جدك وستك من ناحية الأب وجدك وستك من ناحية الأم. تمام يا رجالة. دي لو راجل، دي البيانات اللي أنت هتحتاجها. طيب، دي الأقارب. أنت بقى هتحتاج إيه من الحاجات دي كلها؟ هتحتاج إيه من الحاجات دي كلها؟ تمام. أو هتجيب لهم إيه يعني؟ طب أنا دلوقتي عمي أجيب له إيه؟ ابن عمي أجيب له إيه؟ بص يا حبيبي، اول مشكله هتواجهك لو انا مش عايز حد يعرف ان انا مقدم على شرطه او حربيه، اجيب له بياناته ازاي؟ بص يا حبيبي، اول حاجه اللي انت هتحتاجها الرقم القومي. ليه الرقم القومي؟ لان انت حاليا هتيجي عن طريق الرقم القومي وكلنا عارفين كده. طيب، يبقى انت اول شيء هتحتاجه الرقم القومي. الحاجه التانية هتحتاجها واللي هي الاسم رباعي. والحاجه التالتة تاريخ الميلاد. تمام. لو انت جبت الرقم القومي خلاص هتعرف تستخرج تاريخ الميلاد من الرقم القومي. حلو. طيب، الحاجه الرابعه هتحتاجها المؤهل بتاعه. الحاجة الخامسة اللي هتحتاجها الوظيفة بتاعته. الحاجة السادسة اللي هتحتاجها المكان اللي هو ساكن فيه عشان هتيجي عليه التحريات. حلو يا رجالة. يبقى احنا هنحتاج 6 حاجات في الشخصية، سواء عمك خالك ابن عمك ابن عمتك ابن خالك ابن خالتك. وفي حاجة تاني، لو انت او انتي معاك اخ او معاك اخت متجوزة هتحتاج بيانات جوزها، وهتحتاج بيانات ايه؟ وانت هتحتاج بيانات مرات اخوك. تمام يا رجاله. يعني لو انت معاك اخ هتحتاج بيانات ايه؟ بيانات اخوك. تمام. معاك اخت هتحتاج بيانات ايه؟ جوز اختك. تمام يا رجاله. البيانات دي برضو هي ال6 بيانات: الاسم، الرقم القومي، تاريخ الميلاد، المؤهل، الوظيفه، السكن. تمام. ولو شغال اعمال حره، السؤال ده بيجي لي كتير، لو عمك او ابوك او خالك او اي حد شغال اعمال حره، ما تكتبش اعمال حره بس، نكتب اعمال حره نجاش، اعمال حره بلاط اللي هو بتاع سيراميك يعني، اعمال حره محار، اعمال حره بناء اللي هو بيبني. معلوم؟ اللي هو يعني انت لازم تتكلم او لازم تكتب الصفه اللي هو شغاله، ما تكتبلوش اعمال حره وبس. اعمال حره بس دي فيها مشاكل كبيره. تمام يا رجاله. طيب، يبقى انا اتكلمت عن القطع العائلي وده اول حاجه خلصنا منها. ماشي، انت دلوقتي معاك مشاكل مع عمك او خالك او اي شيء. تمام.
بص يا حبيبي، هتروح السجل المدني، هتروح السجل المدني وتقول له انا محتاج شهاده ميلاد. تمام، شوف انت معاك كام عام مش بتكلمهم او مش عايز تعرفهم، هتروح لكل واحد، هتروح السجل المدني تاخد اسم عمك واسم والدته اللي هي ستك. تمام، هتروح بيه السجل المدني وتقول انا محتاج شهاده ميلاد. تمام، هيديك شهاده الميلاد ب 15 جنيه، ب 30 جنيه، ايا كان سعرها. هتجيب شهاده الميلاد، هتاخد منها الاسم واسم، هتاخد منها الاسم والرقم القومي، وفيه تاريخ الميلاد، هتكتب تاريخ الميلاد. ماشي يا رجاله، دي 3 حاجات. طيب هتحتاج المؤهل، المؤهل اكيد ابوك عارفه، اكيد انت عارفه، عمك واخد كليه ولا واخد دبلوم. هتكتب مثلا لو كليه تكتب كليه كذا، لو هو دبلوم هتكتب دبلوم كذا. حلو. طيب هو دلوقتي شغال ايه؟ اكيد انت عارف عمك شغال ايه. لو شغال في السعوديه مثلا محاسب، هتكتب محاسب بالمملكه العربيه السعوديه. شغال هنا نجاش، هتكتب نجاش، هتكتب مدرس، هتكتب محامي. تمام يا رجاله، دي الحاجات اللي انت تحتاجها، ده الاوراق اللي انت تحتاجها. حلو. كذلك الامر ولاد عمك، ولاد عمامك. انت مش هتحتاج شهادات الميلاد، اعمل حسابك انت مش هتحتاج الشهادات، ولكن انت بتجيب الشهاده عشان الرقم القومي. لو انت تعرف تطلب من عمك الرقم القومي والبطاقه بتاعته والمؤهل بتاعه مفيش مشكله. ما عرفتش تجيب بياناته، خلاص روح السجل المدني وجيب البيانات بتاعته، مفيش مشكله خالص. تمام يا رجاله، دي اول حاجه. يبقى احنا اتكلمنا عن كده عائلي، واتكلمنا عن ايه، البيانات بتاعت اعمامك وعماتك وخوالك وخالاتك. كذلك الامر الجدين، عشان في مشاكل برضو للجدين، برضو هتحتاج البيانات بتاعتهم. ماشي يا رجاله، هتحتاج البيانات بتاعت الجدين. لو فلاح هتكتب فلاح، لو كان محامي تكتب كان محامي، لو اركان حرب هتكتب اركان حرب. بس ما تفخمش الدنيا، اكتب الحقيقه بمعنى اصح. تمام، دي تاني حاجه. تالت اوراق او تالت حاجه في الاوراق المهمه اللي هتجهزها، طبعا كلكم عارفين ان في حاجه اسمها الممتلكات والحيازات. عندك حاجة اسمها حيازة، عندك سيارة، عندك عندك مثلا بيت، عندك فيلا، عندك. هتجيب ما يثبت كده، والحاجة دي تكون مسجلة في الشهر العقاري، وتكون مختومة بختم النسر، وطبعا هتضيفها معاك في الملف. تمام يا رجالة، كده تالت حاجة هتجهزها. طيب رابع حاجة هتجيبها حاجة اسمها إقرار الذمة المالية. إيه هي إقرار الذمة المالية دي؟ إقرار الذمة المالية دي يا حبيب أخوك اللي أنت هتجيبها من البوسطة، أو بمعنى صح البريد. تمام يا رجالة، هتجيب حاجة اسمها إقرار الذمة المالية. ماشي. طيب الحاجة الخامسة اللي انت هتحتاجها ان شاء الله، واللي هي ايه، شهادة التخرج وشهادة الثانوية العامة وشهادة الميلاد. تمام، دول كلهم حاجة واحدة، مش هقول لك ان دي حاجة ودي حاجة ودي حاجة. هتجيب شهادة الثانوية عامة وشهادة التخرج وشهادة الميلاد. تمام يا رجالة، انت كده جهزت الاوراق المطلوبة كلها للتقديم لكلية الشرطة. تمام، جهزت البيانات، ربنا كرمك وعديت الطبي، خلاص يبقى البيانات دي 100% لازم تكون موجودة معاك. لو مش موجودة معاك انت كده خلاص عندك تلف في البيانات، لازم تكمل بياناتك. تمام يا رجالة، يبقى ده الفيديو بتاع النهاردة، اتكلمت فيه عن الأوراق المطلوبة والبيانات المطلوبة لوثيقة التعارف لكلية الشرطة أو الكلية الحربية. ماشي، الفيديو الجاي هتكلم عن التعذر في كلية الشرطة والكلية الحربية، هل هيتقبل ولا مش هيتقبل. ماشي يا رجالة، ده الموضوع بتاع النهارده. لو انت عندك اي سؤال، عندك اي استفسار، سيبه في الكومنت وانا تحت امرك في اي وقت. وما تنساش تعمل لايك للفيديو عشان يوصل 1000، عايز اوصله 1000 لايك عشان يوصل لناس كتير. طبعا ما تنساش تعمل اشتراك للقناه وتفعل زر الجرس عشان تتابع معايا كل جديد. تحياتي ليكم، طارق البدر.